طيب، كم مرة قلنا لنفسنا هبدأ بكرة أو لسه بدري، وفجأة كده نلاقي الأسبوع طار والمهمة اللي ورانا دي لسه زي ما هي. لو لسه بنفكر إن ده مجرد كسل، خليني أقول لكم على حاجة، دي خدعة نفسية ذكية جدا، عقلنا هو اللي بيلعبها علينا. الجملة دي أكيد كلنا قلناها وعارفينها كويس قوي. كلنا بنلف في نفس الدايرة المقفولة دي. بس النهاردة إحنا هنكسر الدايرة دي. لما نفهم السبب العلمي الحقيقي اللي بيخلينا نفضل نأجل، هنعرف بالظبط إزاي نمسك إحنا زمام الأمور. طيب، يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. اللي بنحس بيه ده مجرد ترجيل بسيط، في الحقيقة هو فخ معقد جدا بيصممه عقلنا مخصوص عشان يحبسنا جواه. وهنا بقى أول حقيقة ممكن تكون صدمة شوية. التسويف ده مش كسل خالص، لا، دي آلية دفاع نفسي. يعني العقل بيستخدمها كأنه درع كده عشان يحمينا من مشاعر سلبية إحنا مش عاوزين نواجهها. وهنا بقى بنوصل لقلب الموضوع كله. الفكرة دي لو فهمناها صح كل حاجة هتتغير. الموضوع طلع مش إننا محتاجين ندير وقتنا أحسن، لا، الموضوع إننا محتاجين نفهم مشاعرنا. عالم النفس تيموثي بيتشل لخف الموضوع ده بعبقرية. قال إننا مش بنهرب من المهمة نفسها، لأ، إحنا بنهرب من الإحساس اللي مرتبط بالمهمة دي. مشاعر زي الخوف من الفشل أو الملل أو حتى الشك في قدراتنا. طيب جميل، إيه هي بقى المحركات النفسية اللي بتشغل آلية الهروب دي جوانا؟ العلم بيقول إنهم 3 أساسيين. خلينا نشوفهم. أول واحد فيهم هو الخوف من الفشل، زي ما كارل دويك بتشرح في كتابها مايند سيت. لما بنبقى حاسين إن النتيجة لازم تكون مثالية من أول مرة، بنفضل إننا ما نبدأش خالص. تاني محرك هو وهم الكمال. جيمس كلير في العادات الذرية بيقول إننا بنفضل قاعدين مستنيين الظروف المثالية والمزاج المثالي والوقت المثالي عشان نبدأ، وطبعاً اللحظة دي عمرها ما بتيجي. والمحرك الثالث وده مهم قوي هو انحياز الدوبامين. شوف، عقلنا مبرمج إنه يدور على المكافأة السريعة السهلة، زي ما بنفتح السوشيال ميديا كده، والمهام الصعبة دي بيشوفها مجهود مكافئته لسه بعيدة قوي، فبكل بساطة بيختار المتعة اللحظية بدل الإنجاز اللي هياخد وقت. تمام، كده فهمنا المشكلة وأسبابها النفسية العميقة. نيجي بقى للجزء الأهم، إزاي نواجه ده بشكل عملي. هنا بقى بتيجي مجموعة أدوات علمية، أدوات حقيقية بتعيد برمجة عقلنا. عندنا 5 أدوات: قاعدة ال5 دقايق، المهام الصغيرة، تصميم البيئة، التصرف بالهوية، والمكافأة الفورية. 5 أدوات بسيطة، أيوة، لكن مفعولها قوي جدا ومبنية على دراسات. يلا بينا نفصص كل أداة من دول ونشوف إزاي بتشتغل على أرض الواقع. أول أداة، وهي من كتاب The Now Habit، بتهاجم بشكل مباشر الإحساس الوحش اللي بيمنعنا نبدأ. القاعدة بسيطة جدا، قول لنفسك أنا هشتغل على المهمة دي لمدة 5 دقايق بس. الهدف هنا مش إنك تخلصها، الهدف هو بس إنك تبدأ. والكلام ده له أساس علمي. علم الأعصاب بيأكد إن أصعب لحظة هي فعلا لحظة البداية، وبمجرد ما تعديها مقاومة العقل بتقل بشكل رهيب. والدليل؟ الإحصائيات بتقول إن حوالي 80% من الناس بيكملوا شغل عادي جدا بعد ما ال5 دقايق دي بتخلص. الأداة التانية بقى من أفكار ديفيد ألين بتلعب على نقطة ضعف العقل، إنه بيكره المهام الكبيرة والمعقدة. فالحل إيه؟ بدل ما المهمة تبقى أذاكر المنهج كله، فتتها لخطوات صغيرة جدا لدرجة إنها تبان تافهة. يعني تبقى أفتح الكتاب وبعدين أقرأ أول صفحة. العقل ببساطة مش بيقاوم الخطوات البسيطة دي. الأداة الثالثة دي بتغير قواعد اللعبة تماماً، وهي مبنية على دراسة مشهورة من جامعة ستانفورد. بتقول إيه؟ إن قوة الإرادة لوحدها مش كفاية، لازم تخلي البيئة اللي حواليك بتساعدك مش بتحاربك. يعني إيه؟ يعني ابعد الموبايل، اقفل التنبيهات. الخلاصة هنا إن الشخص الناجح مش هو اللي عنده إرادة حديد، لأ، هو الأذكى في تصميم بيئته. ودي بقى نقطة عبقرية من كتاب العادات الذرية. بدل ما الواحد يقول أنا هحاول أبقى منظم، لأ، الأقوى هو تغيير الهوية الداخلية. يعني تقول بثقة أنا شخص منظم. لما الفعل يتربط بالهوية، العقل بيبدأ يتصرف بشكل تلقائي عشان يثبت الصورة دي. وآخر أداة معانا بنستخدم فيها مبدأ عالم النفس B.F. سكينر عشان نبرمج نظام المكافآت في عقلنا من جديد. إزاي؟ بعد كل إنجاز صغير، أي إنجاز، كافئ نفسك فوراً بحاجة بسيطة بتحبها، كوباية قهوة، أغنية، أي حاجة. ده بيخلي العقل يربط المجهود بإحساس إيجابي، ومع الوقت هو اللي هيبدأ يدور عن المجهود ده لوحده. دلوقتي بعد ما عرفنا كل الأدوات دي، بنوصل لأهم قاعدة في الموضوع كله. قاعدة بتقلب كل ما فهمنا عن التحفيز رأساً على عقب.
خلينا نفكر في المهمة اللي بنأجلها دي. إيه هي أصغر وأبسط وأتفه خطوة ممكن تتعمل فيها دلوقتي حالا؟ ودي هي الخلاصة الذهبية لكل الكلام ده. إحنا دايماً بنستنى التحفيز يجيلنا عشان نبدأ، صح؟ لكن الحقيقة عكس كده تماماً. الفعل هو الشرارة اللي بتولد الزخم، والزخم ده هو اللي بيخلق التحفيز. يعني ابدأ الأول والتحفيز هيجي وراك. وفي النهاية مهم قوي نبقى رحماء مع نفسنا. التسويف ده مش عيب في الشخصية أو ضعف إرادة، لا، هو مجرد نظام عصبي اتعود على نمط معين، وإحنا دلوقتي معانا الأدوات اللي تخلينا نعيد برمجته من تاني بهدوء ووعي. أصغر خطوة ممكنة، 5 دقايق بس، ابدأ دلوقتي.